السلام عليكم. ماذا قال الإعلام التونسي بعد تعادل النادي الأهلي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في رادس؟ طارق دياب يعتذر للنادي الأهلي، شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تعادل الأهلي سلبيا مع الترجي التونسي في رادس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، فقد تفاعل الإعلام التونسي مع تعادل الأهلي مع الترجي، حيث صرح المدرب المخضرم فوزي البنزرتي وأدلى بتصريحات للإذاعة التونسية وقال: أنا كنت أعلم جيدا أن المباراة لن تكون سهلة على الترجي، وخاصة هنا في رادس، لأن الأهلي دائما يخرج بنتائج إيجابية من رادس، فالأهلي هو ملك هذه البطولة ودائما يتأهل إلى الأدوار النهائية، وهذا خامس نهائي على التوالي، وهذا يدل على عظمة النادي الأهلي الذي لا يوجد نادي مثله في القارة الإفريقية. فمدرب الترجي لعب بتأمين دفاعي ولم يهاجم النادي الأهلي، لأنه إذا فتح خطوطه سوف نتلقى العديد من الأهداف، فالفوارق واضحة بين لاعبي النادي الأهلي والترجي لصالح النادي الأهلي بالطبع، وستكون مباراة العودة صعبة للغاية على لاعب الترجي، وخاصة في حضور 70,000 متفرج في ملعب القاهرة. بينما صرح أسطورة الترجي التونسي طارق دياب وأدلى بتصريحات نقلتها قنوات البين سبورت وقال: لقد رشحت الترجي للفوز على النادي الأهلي بأكثر من هدف في ملعب رادس، وهذا لم يحدث بسبب قوة وشخصية لاعبي النادي الأهلي الذين يتمرسون في هذه البطولة. فأنا أحد أبناء الترجي، وكنت أدعم لاعب الترجي قبل هذه المباراة وأحفزهم نفسيا من أجل الفوز على النادي الأهلي بأكثر من هدف، لجعل مباراة العودة سهلة عليهم ومعقدة للنادي الأهلي، ولكن عندما تتعادل مع الأهلي سلبيا في أرضك فهذا سيعقد موقفك من التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا. فأنا أتوقع أن الأهلي سيفوز على الترجي في مباراة العودة، لأن الفروقات واضحة بين لاعبي الأهلي والترجي، فالأهلي يمتلك الشناوي وشوبير في حراسة المرمى، ولديهم عبد المنعم وعلي معلول، ولديه خط وسط ناري يتكون من إمام عاشور ومروان عطية، ولديهم هجوم لا بأس به كرد سليم والشحات وبيرسي تاو وكهربا ووسام أبو علي. فأنا أحترم النادي الأهلي كثيرا ودائما أشجع هذا النادي، وأعتذر لجمهور النادي الأهلي. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.